حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الموضوع اللي عندنا هو اليوم هاي القطعة بهذا الحجم، هذا الحجم الصغير جدا، لكن هاي القطعة مفيدة. اعتبار هاي القطعة اللي يخلونها بعض الأجهزة مثل الماطور، الكمبريسر الهواء، والماطور الماء الكهربائي. اعتبار هذا فيوز باللود العالي واثناء الدمج، من يجي تيار عالي واثناء اللود، يعني الصعود الفولتية والامبيرية على الجهاز، راح تفصل عندك هاي القطعة. هاي القطعة عبارة عن دخول طرف بيها وخروج طرف ثاني. اذا عندك فصل الجهاز رأسة تضغط عليه، راح يحول التيار. اثناء ما يفصل الجهاز يكون هناك البشارة، راح توقف المروحة، الدمج بالملف الداخلي راح يتوقف عندك الجهاز. هاي مخلينها إلها حماية. شلون نعرف هذا الفيوز أو هذا الجهاز الحماية هو هذا شغال أو غير شغال؟ جميع الفنيين يربطون هذا الجهاز حتى لو ما موجود بعض الماطورات، يسمونها بالقطعة الذهبية، هي اللي تحمي الجهاز من اللود العالي وبعض المشاكل اللي تصير بالملف. طريقة الفحص لهاي القطعة ما تجي بالكلاب ميتر. بعض الإخوان أو الفنيين يفحصون بهالطريقة. لاحظ هنا تصدر صوت، هذا الفحص غلط. هذا مؤكد 100%. هاي القطعة موصلة مباشر، يصير فصل بيها أثناء المشكلة اللي تصير بالجهاز. الفحص الصحيح والمضبوط لهاي القطعة اللي سميت بالقطعة الذهبية على التيار مباشر. طريقة عندك هذا البلك هو الجهاز مباشر، عندنا هذا 220، والقطعة الثانية بهاي الطريقة. تخليها بهاي الطريقة وتشدها. عندنا هاي من 220 وتوصل بهالطريقة، توصل بهالطريقة وتخليها وتشغل على الجهاز. راح تلزم المروحة مالته ثواني، راح يفصل عندك وترجع تضغطها تشتغل. هذا الطريقة الصحيحة هي للفحص. إذا ما فصلت عندك نهائيا، ما فصل ثانيتين ما فصل عندك، رأسة تفصل الخط الرئيسي، إذن عندك هاي القطعة عاطلة ما تشتغل نهائيا، والفيوز هذا ضارب 100%. فلا تظل تلح عليها ولا تجازف بالجهاز يحترق عندك. هاي الطريقة الصحيحة للربط والفحص. نعيد الطريقة للتأكيد. عندنا هنا 220 خط مباشر، الخط الثاني وصلة تكون 220 على هاي القطعة بهاي الطريقة وتربطها هنا، يعني الخروج يعني كأنما تصير بالطريق خط واحد، تفصل خط واحد هنا وتمرر التيار الدخول ومنها الخروج يروح للماطور. هاي الطريقة وإن شاء الله مفيدة لكم، وشكرا لكم. حياكم الله وأهلا وسهلا.